عليكم البنات. اليوم غادي ندير واحد الحريشات العشيه يكونوا معمرين زوينين. غادي نشوفوا المقادير، طريقه التحضير. المهم عندي هنا المقادير كلهم، انا غنضيف معكم شويه بشويه. عندي واحد البصله كبيره مشحره هنايا في زويته حتى كطيح بهذا الشكل هذا وكتنزل، وكنضيف عليها واحد 2 معلقات كبار من الزيتون مقطع كحل. نقدروا نديروا حتى الخضر كيجي حتى هو زوين. واحد الحكيك ديال الطون غنحيدوا له الزيت. داك الزيت راه ما غاديش نلوحوه، راه غادي نديروه في السميد. وغادي نسم بشويه ديال الزعتر وشويه ديال البزار. هذا هو الحشوه اللي غادي نعمر بها هذوك الحريشات. وغادي نبقى هكا نفرتت ديك الطون مزيان باش يجيني هكا، ما يجيش شي كاين فيه طونشيلا، باش تجيني هكا عماره مقاده. صافي غادي نحطها على جنب تبرد، وغادي نرجع للسميده ديالي اللي غادي ندير معكم زلافه كبيره من السميد، واحد المعلقه عامره من الخميره ديال الحلوى، واحد شويه ديال الزعتر بين يديا غنحكو هكا ونحطو. كل واحد ينسم باش بغى، يقدر الواحد ما يديرش كاع الزعتر حيت انا كنبغيه بزاف كيعجبني. مليحه. واحد شويه ديال السنيده، معلقه صغيره مكملاش، شويه الخميره والزويته ديال الطون اللي زولت، ومع شويه زيت الاخر الا ما كفاتش. صافي وغادي نبسس بين يديا مزيان مزيان، وغادي نضيف الماء تدريجيا شويه شويه. المهم كيف ما تشوفوا كنديرها خفيفه شي شويه وما نعجنوهاش، غير كندوزوها بين صباعنا باش هكا ما تعلقش لينا ديك السميده. كنبقى نحرك بحال هكا وهي راه كتشرب حتى كنوصل للقوام اللي انا بغيت، وكنخليها لمده ربع ساعه ولا ثلث ساعه، ولا المهم اغلبيه كتبقى 15 دقيقه. كيف ما كتشوفوا غنخليها ترتاح حتى تخمر معايا شي شويه ونرجع ليها. من بعد ما وليت ليها لقيتها شويه استراحت، غادي نهز كويره من العجينه بين يدي، غنحلها واحد شويه من الوسط، وغادي نضيف ليها واحد المعلقه صغيره عامره من داك الحشوه ديال الطون والزيتون، وغادي نشدها، نحاول نسدها غير بشويه. هي راه هذا ولكن زعما سهله، زعما ماشي شي صعوبه فيها. وغندير في السميد، وغادي نبدا نكور كويرات وندير في السميد حتى نكمل الكميه بين يدي. المقله راه كتسخن دابا عندي، باش قبل ما نبدا نكور كويرات بحال هكا كنرد المقله تسخن. صافي كنبقى على هاد الكيفيه هادي، واللي نرمدها في السميد كنردها لديك الصوينيه اللي قدامي حتى كندير واحد الكميه اللي غنبدا نطيب فيها. كنظن الفيديو راه واضح ان شاء الله. كيطلعوا بنانين وواعرين وزوينين صراحه. لتحميره الوجه انا عندي كاسكروط جايه عندي اختي نديرو كاسكروط مجموعين، وقلت علاش ما نديرهاش ونديرو بها الكوتي. واحد الغليقه ديال الشكلاط، وكندير فيها هكا شي شويه ديال السميده باش ما تلصقش ليا، والمقله راه سخونه. صافي كنبدا نحطهم بحال هكا وكنخليهم، وكنعمر المقله مزيان. وكان العافيه كتكون ميان، كتكونش بارده في مره وما كتكونش عاليه، باش هكا ديك العماره كتوصلها الطياب وكتندمج مع الحريشات وكيجيو داكشي زوين. كيف ما كتشوفوا بديت كنحيد فيهم راه كيتحمروا كيجيو زوينين. ديك المعلقه السنيده اللي درنا راه كتساعدها في التحمار. وهكا كنبقى نضيف حتى كنسالي. المهم طبيسيل خفيف، انا درت غير زليفه، اللي بغى يدوبل الكميه يدوبل. شوفوا كي كتجي رائعه. حتى نبغي نقدمها ونحلها معاكم وتشوفوها كي كتجي من الداخل، كتجي زوينه بزاف. المهم الكميه اللي زوينه خرجت ليا ديك الزليفه، خرجت ليا الكميه اللي كتشوفوا. حليتها باش تشوفوها كيفاش كتجي رائعه. واخا كتبرد البنات كتبقى زوينه، واخا تبقى حتى الغد اللي كتسخنوها في البانيني كتجي زوينه بزاف. وضفت واحد الكيكه مع هادشي باش ما يمكنش نحطها غير بوحدها. درت هنا 3 البيضات. وانا الكيكات الحامض راه كنعشق الكيكات الحامض، راه ما يمكنش كنحماق عليها. عاديه بسيطه ديال الدراوش. 3 البيضات مليحه، كاس ديال السكر، وضيفتهم هكا كيضربوا مزيان مزيان، وكاس لاروب ديال الزيت. ما كثرتش الزيت بزاف، كاس لاروب بركه. ديك الطاوه راني دهنتها بالزيت ورشيتها بالدقيق. وغادي نضيف الزيت شويه تدريجيا شويه شويه حتى كنكمل هذاك الكاس لاروب ديال الزيت. وغادي نضيف عليها كاس ياغورت. ودرت الحامض 2 معالق ديال قشره الحامض اللي محكوكين. كيف ما كتشوفوا عرفتي كتضرب مزيان، خليها تضرب على خاطرها. كلشي كيضعف يدير كيكه، انا غير بغيت نصورها باش يجيني فيديو واضح وصافي.
اما الكيكه راه ما كاينش شي مغربيه ما كتعرف دير كيكه، غير درتهم في نهار واحد وقلت علاش ما نجمعهمش في فيديو واحد باش يجيني الفيديو فيه شويه ديال المشاهده. كما كتشوفوا درت 10 المعالق ديال الدقيق من المعالق الكبار، 10 المعالقات، يعني زلافه ديال الدقيق ما كملتهاش باش ما درتهاش قاصحه بزاف باش تجيني ديك الكيكه ديال الحامض كتبغي تجي شويه هكا خفيفه. درت هنايا 2 خمارات وداك نص الخميره اللي شات ليا من الحرشه، يعني 2 خمارات ونص هكا ضربتهم مزيان. وغادي نضيف ديك معلقه ديال الخل رجعت داك الخل يندمج مع العجينه صافي، وغادي نكبها في الطاوه خفيفه شي شويه ماشي قاصحه بزاف باش تجيني طريه صافي. ومن بعد كنهبط ديك الزوائد اللي كيبقاو عندي في الكاس وكندخلها للفران اللي هو سخون، كنخرجها بهذا الشكل كتجي بنينه، ما زوقتها حتى بحاجه، خليتها هكا بلديه طبيعيه وحطيتها مع الحريشه ومع بريدتي. وبسلام عليكم الى